مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في النزال الذي جمع بين المغربي جمال بن صديق والجزائري سفيان العيدوني، وكيف هزم سفيان العيدوني جمال بن صديق. ولكن قبل البدء لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد. شاهدت بطولة جلوري للوزن الثقيل اليوم السبت لحظة درامية وغير متوقعة. كان بطلها المقاتل المغربي جمال بن صديق في مواجهة قوية ضمن المجموعة الرابعة. دخل جمال بن صديق الحلبة بثقة وقوة، وفرض سيطرته الواضحة على خصمه الفرنسي سفيان العيدوني ذو الأصول الجزائرية. منذ اللحظات الأولى بدأ أن النزال يسير في صالح الأسد المغربي الذي أظهر أداء قتاليا عاليا وهزيمة لا تقهر. لكن وفي لحظة صادمة تعرض جمال لإصابة خطيرة على مستوى الساق. الألم كان واضحا وتدخل الطبيب بسرعة ليعلن قرارا نهائيا: جمال لا يمكنه الاستمرار. وهكذا انتهى النزال بقرار طبي، وزال العيدوني بالضربة الفنية القاضية لينتقل مباشرة إلى نهائي البطولة. هذه النهاية كانت قاسية وغير متوقعة، خصوصا أن بن صديق كان المسيطر طيلة مباريات المواجهة. لكن الإصابة جزء من الرياضة، وأحيانا يكون الحظ قاسيا حتى على الأبطال الحقيقيين. ورغم الهزيمة يبقى جمال بن صديق مصدر فخر لكل المغاربة، لأنه أثبت مرة أخرى أنه أقوى المقاتلين على الساحة العالمية. نتمنى له الشفاء العاجل وعودة أقوى في النزالات القادمة. وأنتم ما رأيكم؟ هل كان جمال يستحق الفوز لولا الإصابة؟ وهل تتوقعون عودته قريبا إلى القمة؟ شاركونا آرائكم في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل أخبار الأبطال العالميين.